هقول لك كل حاجة عن التمرين في رمضان وازاي تطلع منه وانت متطور ومش خسران. علشان تتمرن صح في رمضان لازم تركز على الثلاث حاجات دول. اول حاجة هو انك تختار وقت صح للتمرين، وغالبا افضل وقت بيكون بعد الفطار بساعتين، لان جسمك بيكون فيه طاقة وسوائل. تاني حاجة هو انك تخلي وقت التمرين قصير، يعني ما تروحش الجيم مثلا وتروح تلعب 3 ساعات، اصلا مش هيكون في طاقة وهتجهد الجهاز العصبي بتاعك على الفاضي، مش هيكون في طاقة انك تتمرن 3 ساعات. فالافضل انك تتمرن من 45 ل 60 دقيقة. طب ليه مش المفروض اني ما امشيش من الجيم الا لما اخلص التمرين ومش فارقه اقعد قد ايه؟ انت في رمضان بتكون صايم لساعات طويله، فمخزون الطاقه والسوائل بيكون قليل جدا عن الايام العاديه. فعشان كده انك تقعد فتره طويله في التمرين ده ممكن اصلا يأثر عليك بالسلب. تالت حاجه وانك تهتم باكلك بعد التمرين، لازم تدخل لجسمك بروتين كفايه وكارب كفايه عشان جسمك يتعافى. رابع حاجه ما تزودش الكارديو قوي في رمضان عشان طاقتك ما تستنزفش. انا لما باجي بعمل كارديو بقسمه نص ساعه قبل الفطار ونص ساعه بعد التمرين، عشان يكون في طاقه ان اتمرن. فانت لو ركزت على الحاجات دي ان شاء الله تخرج من رمضان اقوى مش اضعف. وما تنساش تدعي لي بقى، ولو استفدت ما تنساش تعمل فولو عشان تستفيد اكتر.